مايك تايسون لم يمارس الجنس لمدة 5 سنوات في الذروة ديال المسيرة ديالو. كان كيقول باللي هذا القرار خلاه وحش في الحلبة، أكثر عدوانية، أقوى وما كيوقفش. كان عارف الحاجة اللي بزاف ديال الرجال اليوم ما عارفينهاش: الشهوة هي طاقة، وإلا تعلمت كيفاش تسيطر عليها غتولي وحش. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. I have never seen a guy taken out so viciously. ولكن نكونوا واقعيين، اغلب الرجال ما كيتحكموش في الشهوه، هما مسيرين بها. كيطيحوا الطاقه ديالهم في ملذات قصيره المدى، وما كيعرفوش بلي هذا الشيء كيستنزف الحاجه اللي كتخليهم اقوياء. الشهوه هي اقوى غريزه عند الانسان، وفي العالم العصري هي اكثر حاجه مستغله ضدك. باش نكونوا واقعيين، الرجل العادي اليوم عنده مستوى تستوستيرون اقل من جده، ولا ضعيف، مشتت وقليل الطموح. وماشي صدفه، العالم مبني باش يخليك مرتاح، مدمن ومخدر. الشركات كتربح ملايين من قلة الانضباط ديالك، ومن اللانهاية ديال الملهيات، ومن كونك مستهلك سلبي ماشي منتج نشيط. كل مرة كتهز التليفون كاين شي حاجة مصممة باش تخطف الانتباه ديالك: السلاسل ديال السوشيال ميديا، الخوارزميات اللي كتعطيك ضربة دوبامين ورا ضربة، المحتويات المبالغ فيها جنسيا اللي كتضيع التركيز ديالك وكتستنزف الطموح. هما باغيين تبقى في هذه الحلقة، حيت الراجل اللي كيجري ورا الملذات ما كيبني حتى حاجة. الناس اللي كيهيمنوا، اي المقاتلين، المليارديرات، المحاربين، ما كيسمحوش للشهوة تتحكم فيهم، وما كيتحكموا فيها وكيستعملوها باش يبنيو امبراطوريات. نابليون هيل تكلم على هذه الفكرة في كتاب Think and Grow Rich، وسماها تحويل الطاقة الجنسية. يعني تحول الطاقة الجنسية لاندفاع، تركيز وإبداع. شوف التاريخ على سبيل المثال، أعظم الرجال كانوا عندهم تركيز شديد، حتى وصل الأمر أننا نسميه هوس. محمد علي كلاي، ليوناردو دافنشي، نيكولا تسلا، ما كانوش غير موهوبين، كانوا عارفين كيفاش يوجهوا الطاقة ديالهم. تسلا واحد من أعظم المخترعين، ما كانش مهتم بالزواج ولا بالعلاقات، لأنه كان كيعتبر الطاقة الإبداعية ديالو ثمينة بزاف باش تضيع. دافنشي اللي خدم في مجالات بزاف، كان منضبط بزاف وما كيتعاطاش مع الملذات باش يقدر يركز على العبقرية ديالو. محمد علي كان كيحصر الجنس قبل المباريات، حيث كان كيقول باللي هاد الشيء كيزيدو قوة في الحلبة. هاد الطاقة تقدر تحس بها، طاقة خام في داخلك كتدفعك باش تجري، تتحكم، تنجح. ولكن إلا خليتيها تفيض من يديك، إلا ضيعتيها في حوايج ما عندهمش قيمة، كل مرة كتخسر راسك وكتضعف. كل ما استسلمتي للدوبامين السريع، للملذات بلا تفكير، فانت كتدرب راسك على الضعف. الحقيقة هي أن الشهوة ماشي عدوك، ولكن أنك تكون مملوك لها، هذه هي المشكلة. كل راجل قدامه اختيار: يا يخلي الشهوة تسيطر عليه وتسرق الطاقة ديالو وتدخله في حلقة ديال لذة قصيرة وندم طويل، يا يحول هالطاقة ويستعملها باش يشعل الطموح ديالو. إلا كنت متحكم في راسك غتولي أكثر صفاء، أكثر عدوانية، أكثر استمرارية. تصور الأهداف اللي باغي دابا، المشروع اللي باغي تبدا، الجسم اللي باغي تبنيه، الحرية المالية اللي باغي توصل ليها. كيفاش تكون الأمور إلا كانت عندك الطاقة والتركيز باش تخدم بواحد المستوى اللي أغلب الرجال ما كيقدروش يفهموه؟ وإذا بدل ما تكون مشتت مع كل إغراء صغير، كنت مركز كليا على المهمة ديالك. اغلب الرجال عمرهم عرفوا هاد الدرجه ديال الانضباط، حيت عمرهم ما تعلموا كيفاش يسيطروا على الرغبات. ولكن القليل اللي قدروا يديروها كيعزلوا راسهم على الباقي. هاد الشيء علاش اقوى الرجال في التاريخ كانوا عندهم انضباط حديدي. الفاتحين، الملوك، المحاربين، كانوا عارفين باللي كل قطره من القوه جايه من السيطره على الذات. كانوا فاهمين باللي السيطرة على النفس تساوي القوة. وهذا ماشي غير كلام، حتى العلم كيعطي شواهد. كاين دراسات كتشير إلى أن ضبط النفس في الجانب الجنسي ممكن يرافق زيادة في التركيز، ارتفاع في التستوستيرون في شي حالات، وقدرة أكبر على المجازفة. ماشي مفاجئ أن الرياضيين، المقاولين والناجحين في كل الميادين كيعرفوا أن الدافع ديالهم مربوط بكيفاش كيتصرفوا مع الرغبات ديالهم. شنو خاصك دير دابا؟ خاصك قرار. راك في مفترق طرق. تقدر تبقى كيف داير الراجل المتوسط، يخلي الرغبات تتحكم فيه، يستسلم لكل تشتيت، يركض وراء متعة مؤقتة وما كيبني والو. ولا تقدر تختار تسيطر على راسك، توجه الطاقة وتستعملها كوقود باش تبني الحياة اللي باغي. ماشي قمع لذاتك، ولكن تحويلها.
السر هو كل ما تحكمتي في الشهوة أكثر كل ما وليتي أقوى، الثقة ديالك كترتفع، التركيز كيبان، الطاقة كتزاد وكتفيق من الفراش بنار في الداخل ديالك اللي أغلب الرجال عمرهم ما غادي يحسوا بها. وهذيك هي اللحظة اللي غادي تولي فيها إنسان خطير، غادي تتبدل في الحركة ديالك، في الكلام ديالك، الناس غيبداو يحسوا بيك، البنات حتى هما، والفرص غتظهر قدامك حيت كتشع بقوة وانضباط اللي كيتطلب الاحترام. حيت منين كتوقف على تضييع الطاقة ديالك كتولي كتحس بيها، وهذيك هي اللحظة اللي غتولي فيها unstoppable. الشهوة ماشي حاجة خاصك تخاف منها، راها سلاح، وإلا سيطرت عليه غادي تسيطر على راسك. دابا سالينا الشق النظري وجا الوقت ديال الفعل. الفهم بوحدو ما كافيش، الا ما طبقتيش حتى احسن الحكم غتبقى نائمة، راك قدام مفترق. واش غتبقى غادي في الطريق السهل وتخلي الشهوة تقرر مصيرك، ولا غتشد في هذا الطريق وتوجهها بوعي نحو تحقيق الطموحات الكبيرة ديالك؟ صراحة السيطرة عليها كتطلب انضباط كبير والتزام ما ساهلينش، ولكن تحويل هاد الطاقة العاطفية لطاقة منتجة هو شيء أساسي للنمو ديالك. وحتى فاش غيكون الإغراء قوي بزاف وما قادرش تسيطر على راسك، تذكر هاد الحقيقة، ديما كاين مخرج، ديما يمكن لك توجيه هاد الطاقة في اتجاه آخر. دير عهد مع راسك دابا، شحال كتشوف راسك مستعد تضحي على جال هاد الأهداف اللي واضع مع راسك. المرة الجاية اللي تحس فيها بالشهوة في داخلك، بدل ما ترد بطريقة أوتوماتيكية، وقف تنفس، تصور هاد الطاقة كتفوت من جهة المتعة المؤقتة وتمشي كالنهر تجاه الرؤية المستقبلية ديال حياتك على المدى الطويل والبعيد. كل مرة كتختار الانضباط على المتعة الفورية كتكون الأساس ديال الإنجازات ديالك المستقبلية. الإمكانيات العظيمة راها في الداخل ديالك كنشوفها، وأنا مؤمن بالقدرة ديالك باش تولي الرجل الاستثنائي اللي ديما كنت عارف أنك تقدر تكونه. الإخوان، هذا المسار ما خاصكش تمشيه بوحدك، ملي تجيك الصعوبات وغادي تجيك، كاين إخوة ومجتمع ديال الناس كيمروا من نفس الشيء ومستعدين يعاونوك، سواء النصائح عملية، توجيه استراتيجي أو التجارب اللي تعلموها. حنا هنا باش نعاونوك تتجاوز العقبات، تحتفل بالانتصارات وتبقى تضغط حتى فاش الطريق يولي صعيب. دابا راه عندك كل شيء باش تنجح، والإثبات بقى مسؤولية ديالك.